حينما ننتظر باللهفة وصول الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة، ويتجدد مع كل لقاء لهفة وشوق للقائه، ذلك أن جمال بأعماله وبقيادته يصنع الجديد كل يوم، ويسير مع جموع شعبنا بجهودكم أنتم، بكفاحكم ونضالكم بهذه الجمهورية إلى الأمام، ليصنع مستقبلها رغم كل التحديات، رغم كل الصعاب، بفضل إيمانكم بثورتكم وبفضل صنعكم لهذه الثورة أعمالا وبناء وإنتاجا. طلائع الموكب إحدى الدراجات البخارية دخلت الآن، والسيد الرئيس جمال عبد الناصر دخل إلى هذا المكان. ها هو القائد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قائد الثورة. الجميع يقفون تحية لمقدمه ويستقبلونه بهذا التصفيق الحار، وهو يبادلهم التحية، مشاعر من الحب المتبادل، قلوب من أبناء الشعب تحيي القلب الكبير وتلتف حول القلب الكبير. وعن يمين السيد الرئيس نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الحكيم عامر، بينما يمضي السيد الرئيس تجاه المكان الذي سيجلس فيه سيادته ويصافح السيد طاهر يحيى رئيس وزراء العراق ويبادل الجماهير التحية. بعد أن عزفت الموسيقى النشيد الوطني، يجلس جميع الحاضرين ويتخذ السيد الرئيس جمال عبد الناصر مكانه في المقدمة في الصفوف الأولى. وبعد قليل يبدأ هذا الحفل الذي تتتابع فقراته، والذي يبدأ بمقطوعة موسيقية من مؤلفات الأستاذ محمد عبد الوهاب. المقطوعة الموسيقية كما يوضح ويبين برنامج هذا الحفل هي تحت اسم هدية. أيها السادة، كل عام وأنتم وشعبنا كله وأمتنا العربية كلها بخير. سهرة العيد تبدأ بهدية العيد، مقطوعة موسيقية جديدة لموسيقار الجيل محمد عبد الوهاب، تقدمها الفرقة السيمفونية للقوات المسلحة.